بتاعه كله صبر، وتقريبا هو بيحب ام كلثوم، وام كلثوم حتى قالت له للصبر حدود، متى يصبر؟ الشعب بقاله 30 سنة، مرة واحد يقول له اصبر، مرة واحد يقول له شد الحزام، مرة واحد يعني مش عارفين، بدون برنامج بدون خطة. شعب متهالك، شعب غول الأسعار قد أهلكوا الوضع. ما فيش برنامج، ما فيش خطة، ما فيش حتى فتح مصانع، ما فيش فتح يعني حاجة جديدة للشباب. اللي احنا وصلنا 25% من الشباب عاطل بالوراثة، ما فيش حتى حاجة إنتاجية حدث ولا حرج. تصفية 1.5 مليون وليس من حديثنا وليس من قولنا، بل جريدة اللي هي موالية للنظام جريدة الفجر قالت هناك تسريح 1.5 مليون مواطن، هناك ثورة قادمة لا محالة، ثورة يعني مستمرة نتيجة الوضع المتفشي، نتيجة الوضع البائس، نتيجة الوضع الاقتصادي الذي دمر كل جيوب المصريين وحتى تاريخه. أنا شايف إن المصريين طاف بيهم الكيل، أنا شايف المصريين جيوبهم خاوية على عروشها، النتيجة متفشية، النتيجة ليس لها إثبات ولا محل إعراب، من اقتصاد مرتفع، من اقتصاد منهار، من اقتصاد لا يدل على برنامج أو خطة، من حكومة فاشية، حكومة ليس لها وعي بما هو في حراك سياسي أو من ناحية المواطن المصري. أنا مش شايفة أي حاجة، أنا مش عارفة أكل ولاد أصلا، أنا وغيري وكل الناس. يمكن أنت مش متجوز فمش عارف اللي وراك إيه، مش عارف يعني إيه ولادك ياخدوا لك لقمة حاف ويقطعوها على 4 وأنت قاعد ساكت وباب مقفول عليكم، صح؟ وناس تانيين أنت عارفهم في مواقع كويسة جدا 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 وقرايب ليك، عايشين عيشة مستريحة جدا فوق المستريح. للاسف محدش شايف، لان الكل عايز يعيش، مش قادر يسرق ومش قادر يمد ايده ومش قادر يشحت. بس انا النهارده عايزه انزل، عايزه اقول انا تعبانه، انا تعبانه، انا وملايين من الناس، ومن حقي اعلم ولادي تعليم محترم، وبالخصوص ان ولادي متفوقين. وصلنا احنا فكرنا نشتري كيلو لحمه من السيده عائشه مره من الجيش، صدقني والله العظيم اقسم بالله مكان لحمه في غش وفي ظلم ومفيش عداله اجتماعيه. الصبر ده حلو جدا لاي واحد فينا، يا ربنا قال والرسول قال كده. انا اطلب، انا كراجل مواطن مصري اطلب انه يزيد فوق 90%، لان دي مصلحه مصر قبل كل شيء. ولازم نصبر ونستحمل. السكر غالي هنستحمل، الزيت غالي هنستحمل، الرز غالي هنستحمل، الكهرباء غليت هنستحمل، البوتاجاز غالي هنستحمل. كل ده عشان البلد، وهنضحي عشان البلد. المصريين كلهم هيصبروا غصب عنهم عشان البلد. برضو احنا بنصبر ليه؟ عشان البلد، كل ده عشان البلد. لازم نصبر، ولو ما صبرناش البلد هتضيع. لا، هيكون نتيجته كبيره قوي، مش علينا، على اولادنا. يعني اولادنا هيعيشوا في رخاء، مش زي العيشه بتاعتنا. ما كل ده احنا بنبص لقدام، ما بنبصش لورانا. احنا خلاص تعبنا في ال40 سنه اللي عدوا. عايزين نشوف بقى عيشتنا هتبقى ايه. احنا صبرنا 3 سنين ما جاتش على السنه دي يعني. شايف ان وضع البلد من 5-6 سنين ورا مش صح، لكن اصبر. ماشي، ما هو انت غصب عنك هتصبر، انت الوضع اللي انت فيه هتعمل ايه؟ طيب مش صابرين على اللي فات، هنصبر سنه جديده كمان؟ لا، الظروف دلوقتي بقت صعبه. يعني انا اي حاجه، انا مثلا راجل شغال ومتجوز وعندي طفل بصرف عليه، فاللي هو اللي بتصرفه دلوقتي او اللي بيجي لك دلوقتي ما بيكفيش. هنعمل ايه ولا ايه؟ خلينا نتكلم على الفئه اللي انا فيها او الفئه اللي انا اعرفها والشباب اللي حواليا. لا، كل واحد فينا بقت ظروفه صعبه، كل واحد فينا ما بقاش قادر يستحمل خلاص. الواحد فينا دلوقتي لو قدامه اي فرصه احسن حتى لو بره هيعملها، محدش بقى قادر يقعد. وعود زي ما بتقول، وعود لا شفنا حاجه منها بتتنفذ ولا اي حاجه. من سنتين قال لك هتجنوا ثمار اللي بنعمله كمان سنتين، وادي السنتين خلصوا امبارح. يبقى ادينا صابرين، هنعمل ايه طيب؟ يعني بس هو حسبي الله ونعم الوكيل، دي الحاجه الوحيده اللي انا عايزه اقولها. يعني هو هصبر عشان مفيش حاجه ثانيه انا اقدر اعملها. يعني هي الناس خلاص اوريدي بتنهار، يعني بعد زياده الدولار والحاجات دي الناس اصلا يعني مش قادره تعيش تقريبا. فيعني بس في نفس الوقت كان في ست مش عارفه، كان في فيديو اللي هي بتقول الاسعار غليت بس انا راضيه مش عارفه ايه والجو ده. فيعني في الفئه دي من المجتمع فممكن يكملوا. يعني احنا صبرنا 4 سنين، يعني السنه الجايه السنه الرابعه،
الاوضاع الاقتصاديه سيئه جدا. انا بالنسبه لي انا راجل مش سياسي، انا راجل محامي. ببص للسياسه من منظور اقتصادي. انا الاقتصاد عندي الدولار النهارده ب 20 جنيه، الاسعار مرتفعه جدا، فده ما كانش موجود ايام الرئيس حسني مبارك. انا ماليش دعوه بالفتره اللي بعد الرئيس حسني مبارك، انا ليا دعوه ان في حد ماسك البلد دلوقتي والدنيا غاليه جدا بطريقه بشعه، بطريقه مغالى فيها. فلو فضلت الاوضاع على كده لا طبعا مش هصبر ومش هرشحه لفتره جديده. منه لله منه لله جوعنا خرابها ادي تجار سوق الجمله قاعدين اهم بيلعبوا كوره، مش في بيع ولا شراء. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. امين يا رب العالمين. جوعنا بلسان الوطن. منه لله الظالم. المعلمين قاعده مش لاقيه شغل اهي. طبعا علينا احنا جينا امبارح وروحنا من غير ولا ساق عيالنا، والنهارده جايين ومروحين من غير ولا ساق عيالنا. ناكل احنا من انت جيت تفوق ولا جيت حاجه نفس على نفس من ايه؟ الناس قاعده هنا نحكي اهي. الناس قاعده اللي متلقى والعدو استجدوا. يعني احنا طلعناها من ايه؟ من غلا ومن طاوله من ابو سيف ولا زاد علينا. ارحموا الناس يا اخي، ارحموا الناس. كان عندها طفل شاف تحت طفل شاف تحت جيب ياسر والله ياسر وانت فوقهم بقى من دي كله على سنه غرفه على الثلاث بتاعنا بقى من دي كله على سنه 5 سنين يطلعني ويلعب النهارده تجيب لنا 500 مليون النهارده 600 مليون. خرابها منه لله منه لله جوعنا خرابها احنا انتخبناك ووصلناك لكرسي الرئاسة، والاسعار كلها وغلاء فاحش. اللي نازله ب 100 جنيه مش مكفيه بيتها، وهو جوزها اصلا شغال ب 700 جنيه. هي هتجيب ايه؟ هتجيب كيلو بطاطس ولا كيلو خيار ولا كيلو كوسه ولا ايه؟ الليمون نفسه وصل 30 جنيه. هو ايه يا بلد في ايه؟ احنا انتخبناك عشان الحاجات ترخص مش الحاجات تغلى. الراجل لا ما بكذبش والله، طبق الفول وصل 7 جنيه يا سيادة الريس، أكلة الغلابة وصلت 7 جنيه. يعني من الساعة 6 قاعد على فرش عامل 14 جنيه، والجنيه بينطح جنيه. يرضي ربنا ولا يرضي مين؟ احنا عايزين الأسعار تنزل، عمالين طول الأسعار هتنزل والدولار. احنا مالنا ومال الدولار؟ احنا آخرنا نشتري الخيار. دولار ايه يا سيادة الريس؟ احنا شعب فقير. يعني معايا ناس هنا يحلفوا بالله ما شافوا الدولار مدى حياتهم. احنا مالنا ومال الدولار؟ احنا الجنيه اهو، احنا اخرنا الجنيه دي اللي شفناه، ولا شفنا دولار ولا شفنا اي حاجه. يقول لك الدولار ب 20 جنيه، هو احنا مالنا ومال الدولار؟ طالب من الحكومه بقى انها تخفض الاسعار عن الناس كلها، عشان الناس كلها بقت فعلا مضجه من الاسعار الغاليه دي، وبتشغيل الشباب اللي مش لاقي حاجه يشتغلها العاطل ده دلوقتي. والحكومه تشتغل، الحكومه الجديده دي عايزينها تشتغل، تنزل الناس الشارع تشوف مطالبها ايه ومصالحها ايه. والاسعار الغاليه، النار احنا في قلب السوق اهو، اسعار نار مولعه نار. فين الرقابه الاداريه؟ بتنزل تشوف السوق ليه وتشوف الناس اللي بتساوي بتبيع وتشتري دي. هو دي كل طلباتنا تشغيل الشباب وتوظيف الشباب. الطماطم والبطاطس كل حاجه غاليه، والزيت ب 17 جنيه. احنا عايزين حد يرحمنا من الغلا اللي احنا فيه ده. ارجوكم تجيبوا حد يرحمنا من الغلا اللي احنا فيه ده. بتطالب ايه من عبد الفتاح السيسي؟ بطالب ايه؟ بطالب كل واحد مختص يا ريت ينزل ويعمل رقابه على كل سوق علشان خاطر الغلا اللي احنا فيه. احنا خلاص. خدي المدام اللي بتتكلم، خدي المدام اللي بتتكلم.
عيالنا تشتغل واحنا نلاقي لقمه يا ابني عيش ناكل بالحلال، بدل ما عيالنا تسرق ونتشرد. احنا عاوزين الجنان اللي بنجيبه ده اهو ناكل بالحلال، واحنا عاوزين نمشي زي الناس. لقمه العيش صعبه يا ابني، كل حاجه غاليه، كل حاجه طايره. احنا هنلحق على ولا ايه؟ كيلو الفراخ يا ابني ب 30 جنيه، هنروح فين ونيجي منين؟ اللحمه 120. انا عارفين ناكل عيالنا ينفع؟